أساتذة شعر نعم في جميع المجالات. طيب أبو راشد، يعني ما ودنا يعني نختم هاللقاء إلا نسمع منك شيء قصيدة لجمهورك اللي الآن يعني احنا في هالكواليس، احنا نسجل هاللقاء نشوف ما شاء الله الجمهور تجمع حوالينا وبيسمع غير الأخوان المشاهدين. نبغاك تسمعنا من القصائد والله إني ما أدري الجميلة. القصيدة اللي بتصلح لكم، أنا مسوي عدة قصايد ولا هي على بالي كاملة حقيقة. تعشق وغيرها محفوظ بالورشة. والحالي من الهدوان النيلة. هذه عن تحاكي فيها نفسك يعني شخصية أبو راشد. نعم خاطب فيها نفسك. طيب ممكن نسمعها أبو؟ والله ما أدري إذا أنا حافظها كاملة ولا لا. أنا قد ألقيتها عليكم كذا مرة وأنا أحاول نجيب إذا في شيء جديد. نعم. ما بعد ألقيتها ولا مرة عندكم. قايم تنسى أبو راشد يعني؟ لا والله بختار قصيدة لكم يعني. ما أنسى بس بختار قصيدة فقط. يعني اختيار القصايد ما هو نفس نعم. الأبيات. يقول ونة الطيب المهموم والسكران تختلف في السبب والأصل والحدة، ورضي الله عن أبو بكر فعلا كان يصلح الناس وأولهم هلا الردة للمواطن فكر ما تفهمه الأوطان ما بناه بطموحه واقعها هده وانت غربت لدولها ولا عنوان يصنع المجد من يصبر على الشدة كني الطير أبو مخلب وأبو جنحان والزعاديع في منحرها من هده كل كائن خلقه الله عدا الإنسان يقدر يعيش من جهده ومن كده. تحداكم ان البيت ذا مليانه هرج والعيون يجيلها لده يا حسن رزقنا ما هو على الديوان وش بل اعصابك من العامه مشتده رزقنا عند من فرعون يا هامان حط له برجعاج وقال انا نده للمواطن فكر ما تفهمه الاوطان ما بناه بطموحه واقعها هده وانت قربت لدوله ولا عنوان يصنع المجد من يصبر على الشدة كني الطير أبو مخلب وأبو جنحان والزعاذيع في منحرها مرتدة والزعاذيع في منحرها مرتدة دام به يامين من يام في نجران الحزام العدة الجناسي مهزة موقف الغفران والغلال أبو مشعل جزرها ومده يا وجودي وجود معذبنا بطران كل رزق في جيبه تصرفه يده ثم رزقها الله بخمسة من الورعان وكل ورع من الطنخة على حده بس ما سدت ديونه من الديان وقفت أبوه ولا مرجلة جده ذا وجودي على بنتنا من العجمان كأنها الموت والباروز والهده جدها من خضير وبنت بي شلوان لو حداها الزمان وغربت مده يوم قالت أبي واحد مثل راكان قلت راكان ما به واحدنا قده عين رميها ومدري شقوله ونحر إحصان تفلي الليل فوق الكتف وتلده شدت الضاعنية واخضرت الأغصان في طرف وادي من زالها حده دوروا لي عذر تكفون يا الأخوان قد لي أيام وأنا طري الشدة يا بحر جدة دموع الخبل ضيدان من صلافته ما طاحت على خده ولنا ماني بضيدان بنقضعان اشهدني بهلها يا بحر جدة ضحكتي ضحكة المتغرب الولهان ودمعتي دمعة اللي ما هو بوده ليت لي حيلة الساحر أو الكهان من ودود ذبحي بالغلاء وده كان خليت قلبي هدهد سليمان كل ما اشتاق قلبي صوبها أهده كل ما جيت بيته قلت للجدران ما ذبحش الغلاء والبعد والصده قالت نهد حالك طاري الخلان طوبي مبارك الخلان ما هده قلت لو ذقت طعم الذل والحرمان كانت تركونك من العام من هده لمعة السيف ترهب صامل الفرسان لو نصابها في كفه يرهبها حده وجعل يسقى يا ديسمبر شهر شعبان قبل قفتي وانا ما عاد لي ردها. وعلى الموال سلامتكم بدون حاضر. موقع القصيد www.alqsed.com